الناس اللي طلعت تتكلم وبتقول ان انا بنتقد اي مدرب الاهلي بيتفاوض معاه عمال على بطال، يا جماعه هي الفكره مش هنا، الفكره في ان انا عموته زي الركراكي، مدرب عربي زي مدرب اجنبي زي مدرب اوروبي. جماعه الفكره بالنسبه لي ان انا وجهه نظري المتواضعه ان الاهلي في الفتره الحاليه مش هيفيده اي مدرب اجنبي، الاهلي حاليا محتاج مدرب وطني. واتكلمت وقلت ان افضل واحد في الفتره الحاليه هو الكابتن علي ماهر، راجل اظهر تكتيكيا وفنيا على ارض الملعب مع فرق اقل من المستوى، خلى ليها شكل، وصلها افريقيا، كل فرقه بيمسكها بيلعب بيعمل بيها ارقام ممتازه جدا. عنده شخصيه في اوضه اللبس، عنده شخصيه في الملعب، عنده شخصيه بره الملعب، راجل بيقدر يسيطر على النجوم بشكل كبير جدا، راجل بيقدر يجمع فرقه من ما فيش، راجل بيقدر يعمل شكل وطريقه للفرقه على ارضيه الميدان، راجل عنده سيستم. قلت وشرحت بما فيه الكفايه ان ليه الاهلي محتاج الكابتن علي ماهر، وبالتحديد الكابتن علي ماهر، وفي المدرب وطني في العموم. ولكن الاهلي جاب عموته، جاب الركراكي، جاب مدرب اوروبي، ايا كان هنسانده، هنبقى في ظهره، هنبقى عايزينه ينجح لان ده الاهلي. وان شاء الله هينجح، ان شاء الله اي مدرب هيجي الاهلي هينجح. ولكن انا بتكلم في العموم، الاهلي محتاج ايه دلوقتي؟ وافضل حل ليه هو الكابتن علي ماهر. الاهلي في العموم محتاج ايه؟ محتاج مدرب وطني عنده شخصيه وعنده شكل وعنده طريقه. صباحكم هادي ونادي ومعطر بذكر الرحمن، صلوا على حبيبكم النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسوش اللايك والشير والمتابعه. سلام.